دايما كل ما تيجي سيرة الأهرامات مثلا أو سيرة المعابد أو أي حاجة ليها علاقة بالمصريين القدماء نقول إيه؟ نقول دي حضارة عظيمة جدا، دي حضارة جامدة قوي، دي حضارة ما كانش فيه زيها، وكان في حضارات تانية كتير جدا. ده في مثلا حضارة مثلا بلاد فارس، كان في حضارة مثلا أي بلاد، دي الحضارات دي كانت جامدة قوي. ما سألتش نفسك قبل كده يعني إيه أصلا حضارة؟ الحضارة بكل بساطة وهي هفهمك الموضوع باسلوب سهل جدا. انت دلوقتي شخص عايش تمام، كلت وشربت ويعني وفرت الاحتياجات اللي انت محتاجها، فهتعوز تعمل ايه؟ هتعوز تستخدم المكان اللي حواليك او البيئة اللي انت عايش فيها المحيطة بيك في ان انت تعمل حاجات تسهل حياتك. حلو، يعني احنا مثلا هل كان في العربية كانت موجودة؟ ما كانتش موجودة. الانسان بعد ما وفر اكل وشرب واسلوب حياه كويس بدا ان هو يفكر ان هو يخترع حاجه توصله مثلا من مكان لمكان، فجه دور العربيه. اللمبه مثلا كانت موجوده؟ ما كانتش موجود اختراع اللمبه. الانسان كان عايش لحد نور ربنا ما يخلص مثلا وخلاص كده ينام يصحى تاني على نور ربنا الجديد. طيب ليه اخترع اللمبه؟ وفر احتياجاته اللي هو كل وشرب، وفر الاحتياجات الاساسيه في حياته تمام عشان نبقى دقيقين. بس اما وفرها بدا ان هو يفكر طب انا عايز اصحى بالليل عشان مثلا انتج اكتر عشان خاطر اعمل اي حاجه، فبدا ان هو يفكر في اختراع اللمبه. ده بالظبط نفس الموضوع. يعني ايه بقى حضاره؟ الحضاره بكل بساطه هو الحاجه اللي انت بتنتجها فبتفسرها وبتصورها في المكان اللي انت موجود فيه، اذا كان الحاجات ديت معنويه او ماديه. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني انت مثلا عملت المصريين القدماء ابسط مثال عملوا ايه؟ عملوا اهرامات عظيمه جدا موجوده لحد وقتنا الحالي، وكل يوم بنكتشف فيها حاجات جديده، وكل يوم بتظهر فيها اسرار كتيره. طيب دوت بيفسر لنا ايه؟ ان الحضاره المصريه القديمه كانت حضاره عظيمه جدا ومتطوره جدا وجامده جدا. طب احنا قلنا الكلام ده ليه؟ هل احنا عشنا وقتهم؟ لا احنا ما عشناش وقتهم، بس شفنا الحاجات اللي هم عملوها. نيجي مثلا نبص على المعابد، هنلاقي المعابد اللي المصريين القدماء برضه عملوها، المكان مختارينه كويس جدا، النقوش اللي هم كاتبينها على الحيطان كاتبينها بطريقه احنا دلوقتي ما نعرفش نكتبها، بتقنيه متطوره جدا احنا دلوقتي مش متوفره عندنا. فكده احنا قلنا دي حضاره عظيمه جدا. طيب انت بتقول لي معنوي ومادي، يعني ايه مادي؟ مادي ده يعني فلوس؟ لا، مادي دوت يعني حاجه ملموسه اقدر المسها بايدي واشوفها بعيني. معنوي حاجه ما اقدرش ولا المسها بايدي ولا اشوفها بعيني. طب ادي لك مثال عشان تسهل الدنيا اكتر. مثلا الاهرامات اقدر اشوفها بعيني؟ اه طبعا اقدر اشوفها كويس جدا. طيب اقدر المسها بايدي؟ اه طبعا اقدر المسها بايدي واروح واشوف الاهرامات كمان. يبقى دوت كده شيء مادي. طيب المعابد نفس الموضوع، اشوفها بعيني المسها بايدي، يبقى دوت شيء مادي. تمام، حلو جدا. طيب نيجي بقى مثلا اقول لك المصريين القدماء كانوا متقدمين جدا في علم الفلك. هتيجي تقول لي العلم الفلك، طب انا ازاي اعرف الكلام ده؟ يعني امسكه بايدي واعرف ان علم الفلك دوت كان متقدم ولا لا؟ هقول لك لا، ما بيتمسكش بايدك، بس تشوف مثلا ان كان في امراض معينه، الامراض ديت المصريين القدماء كتبوا لها حلول، فما بقيش مثلا كان زمان اقل اكتريه الانسان بيموتوا من اقل الامراض، دلوقتي لا بقى في علاج وعلاج سهل جدا كمان. فكده في تقدم مثلا في الطب، في تقدم مثلا في الفلك وهكذا. دوت حاجه انا ما بقدرش امسكها بايدي ولا اقدر اشوفها بعيني. يعني ما اقدرش اشوف مثلا التقدم بتاع الطب قدام عيني، انا اقدر اشوفه في النتائج لكن ما اشوفوش كده قدام عيني. زي مثلا الاهرامات، انا شايف الاهرامات قدام عيني والمسها بايدي كويس قوي. الاهرامات عمرها ما هتتقدم، ليه؟ هي اتعملت خلاص. لكن مثلا علم الفلك علم الطب لا بيتقدم، بس انا مش بشوفه بعيني غير على النتائج، فاذا اقول عليه دوت حاجه معنويه. يبقى كده المصريين القدماء كانوا متقدمين جدا. يبقى كده الخلاصه يعني ايه حضاره؟ حضاره بكل بساطه وهو لما انت توفر احتياجاتك الاساسيه في حياتك هتبدا تفسر الحاجات اللي في دماغك عن طريق البيئه اللي انت عايش فيها، فتبدا تعملها فتظهر في حاجات معنويه او ماديه. ماديه زي الاهرامات مثلا كمثال للمصريين القدماء، كاهرامات كمعابد الكلام ده كله، او حاجات معنويه زي مثلا علم الطب علم الفلك علم البصريات علم الكلام ده كله كان موجود عند المصريين القدماء. ودوت كده يعني حضاره،
وحاجة مهمة جدا، مفيش حضارة على وجه الكرة الأرضية إلا لو كان عندها نهر أو بحر. طب هتقول لي إيه علاقة النهر أو البحر بالحضارة؟ أقول لك بكل بساطة، علشان لو في نهر عندها فهتوفر احتياجها من الأكل كويس جدا واحتياجها من الشرب كويس جدا، فهتبدأ تفكر تستخدم البيئة اللي حواليها زي ما قلنا في إن هي تسهل حياتها. وبكده عرفنا يعني إيه حضارة بكل سهولة. كان معاكم محمد سعد، سلام.